أعلن المطرب أحمد سعد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في إنستغرام عن تبرعه بجزء من الأجر الذي يتقاضاه عن الحفلات الغنائية التي يحييها في الخارج لدعم الاقتصاد المصري. وقال سعد خلال الفيديو: بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر اليوم فهي تحتاج للدعم ووقوف أبنائها لا جانبها، لذلك بادرت للتبرع ب50,000 دولار لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه قرر ذلك بنفسه. وكان أحمد سعد قد تألق في حفل جماهيري ضخم أقيم في القرية العالمية بإمارة دبي، وحضره أكثر من 40,000 شخص جاءوا من مختلف الدول العربية. وكانت مفاجأة الحفل ظهور شقيق أحمد الفنان عمرو سعد إلى جانبه على خشبة المسرح، وهي المرة الثانية التي يتشاركان فيها الغناء في حفل غنائي، وذلك بعد أن قدما في حفل باء موسم الرياض أغنية عملنا حملة، والتي لاقت ردود فعل قوية. يذكر أن أحمد سعد طرح أخيرا أغنية بعتذر لك، وقد تعاون فيها مع الشاعر محمد الشافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدان.